النهارده بقى معانا فيديو خطير مريع. يعني انا مش عارفه اوصفه ازاي. حلو قوي، حلو بكل المقاييس. اللي هو يا جماعه احنا ضاع عمرنا وضاعت صحتنا ودراعاتنا وايدينا واحنا بنخرط في الملوخيه، ولا نعميها شويه، لا دي مش عارفه ايه. وفي الاخر طلع الموضوع ابسط من كده بكتير، ابسط بكتير بكتير. انا مش عارفه، انا بقالي سنتين بشوف الفيديوهات دي وما طبقتهاش ازاي لحد دلوقتي. كل شويه حد يقول بنضرب الملوخيه في الكبه، بنضرب الملوخيه في الخلاط، وانا اقول لا 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 مش هتطلع حلو. لحد ما قررت ان انا لا، انا هاخد التجربه واجرب، يعني ما جاتش على كيلو ملوخيه يعني. وبالفعل جربت، وندمت اشد الندم ان انا ما عملتش كده قبل كده، وان انا كنت بخرط بايديا في الملوخيه. يعني بصوا، هي بتطلع انت بايديكي تخشنيها او تنعميها، انا خليتها وسط. اي نعم، في بعض الورقة اللي جت في النص كده ما اتخرطتش جامد، بس عادي، ايه يعني بعض الورقة دي شيليها بايديكي كده ولا بمعلقة ولا باي حاجة وانتي بتسقطي الملوخية. لكن بصوا، الطريقة سهلة خالص، ولا سقعنا الملوخية ولا سخناها ولا حطيناها في الفريزر ولا اي حاجة. غسلنا ملوخيتنا كويس وقطفناها ونشفناها من المية في حتة قماشة كده عندنا حلوة نظيفة جميلة، وحطيناها في الكبة. شوية شوربة شوية مية اللي عندك اعملي بيه، انا عملت بشوربة على مية. بزود كده بالربع كوبايه بالنص كوبايه، انا مش هخزنها، انا لو هخزن ميه اقل، بس انا عشان هطبخها على طول بتزود واضرب في الكبه. تمنيش الكبه على الاخر عشان خاطر تظبط معاكي. لقيت ورق ما تخملش هنا، ما رضيتش اضرب الكبه تاني عشان ما الملوخيه ما تتعصرش جامد، تبقى ناعمه قوي. انا ما بحبهاش ناعمه قوي اصلا، وهي تحسيها يعني بتقلب شوربه كده خالص لما بتنعم، لكن هي بتبقى الوسط حلو. شلت الحبه اللي متضربوش وتكيت على سنه صغننه ورحت مفضياهم وحطيتهم في المره الجديده. زي ما قلنا بتزودي، تحطي شويه ملوخيه وربع مثلا كوبايه شوربه، ربع كوبايه ميه، زي ما هتعملي براحتك، فيهاش اي مشكله. بصوا القوام بتاعها بسم الله ما شاء الله، قوامها طالع يعني، ولا ناعم ولا خشن ولا تقيله ولا خفيفه. وبعد كده انا طبعا هحطها في الحله وهزودها الشوربه بتاعتها بس. ولا احتجت ان احط معاها خضره ولا قرن فلفل. يعني بص، كل الحبشتكنات اللي بتتقال كده، حطي كذا حطي كذا حطي كذا، لا انا ما حطيتش اي حاجه، انا ضربت الملوخيه بتاعتي بس وطلعت. اللهم بارك واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلعت اخر جمال واخر حلاوه، وعملتها وطبختها ولا رقدت في الحله ولا عامت على وش الحله ولا ما حصلش فيها اي حاجه. يا جماعه طلعت ملوخيه زي اللي بنخرطها بايدينا. يا نهار ابيض، يعني احنا كل ده بنخرط وتعبين نفسنا وصحتنا عشان خاطر ده انا هجيب ده الصيف ده انا ههريهم ملوخيه، طالما الملوخيه بتتضرب في الكبه والخلاط عادي. المره الجايه ان شاء الله هجربها في الخلاط واقول لكم عملت معايا ايه. بس انا والولاد كلنا كنا بنعمل وكلنا كنا بنصور فرح بقى، كلنا بنجرب في الملوخيه بتاعتنا. كله عايز يشوف انجازات بتاعه تخريط الملوخيه. آه، الملوخية أصلا على فكرة بقى ليها فوائد جامدة جدا، وفيها حديد وفيتامينات بسم الله ما شاء الله. يعني سبحان الله، مفيدة جدا. هو أي حاجة ربنا خلقها لنا سبحان الله ليها فوائد جامدة. فيا جماعة الصيف جه، ما تتعبوش من تخليط الملوخية. حطوا ملوخية في الخلاط، حطوا ملوخية في الكبة، كمية قليلة عشان تظبط معاكم، ما تتفرمش جامد واللي فوق يبوظ واللي تحت مش عارفة ما يحصل له ايه. بصوا بقى الملوخيه، يعني انا ما رضيتش اقفل الفيديو على كده، انا قلت لازم اصورها لكم. يعني بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا حبايبي، صلوا على النبي كده معايا. الملوخيه تحفه تحفه تحفه، يعني قمر. انا مش قادره اقول عليها اكتر من كده بصراحه، من كتر ما هي حلوه. اصلا الراجل كمان بتاع الملوخيه ده احنا بنجيب منه كل سنه، فلاح كده بيجي يجيب الملوخيه، راجل زي العسل، وملوخيته فيها سكر ما شاء الله. طبعا الريمه اللي على الوش دي انا كنت بشيلها، عايزه تشيليها شيليها، عايزه تسيبيها سيبيها، كده كده لما بتغرفي مش تطلع كلها يعني في الطبق ده، هي معلقتين كده. الملوخيه ما شاء الله بتنط وليها عرق، وما سقطتش في الحله ولا عمت على وش الحله. انا حطيتها وحطيت الشوربه وقلبتهم في بعض على البارد، ورحت مولعه النار. لما استوت رحت حاطه عليها سبتها تستوي، قبل ما تغلي طفيت عليها. بصوا انا بقى، انا عملت رز حبه وحبه بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل. هنطش بقى الملوخيه بتاعتنا كده براس توم حلوه، او شويه توم من اللي انت مفرزاهم زي كده حته دهنه حته ليا بقى، زي ما قلنا الملوخيه بتحب الدهنه والليا، ونطشها عليها ونقلبها مع شويه كزبره ناشفه فوق التومه. يعني
الملوخية دي عشق، والله الملوخية دي ادمان، حاجة كده دماغ. طبعا انا بحيي امي وحماتي ان هما احسن اتنين باكل من ايدهم ملوخية. طبعا ملوخيتي زيهم طبعا، بس بجد يعني بيعملوا ملوخية رائعة. بصوا الملوخية بترقص في الحلة يا بنات، يعني ايه ده؟ بصوا بصوا بصوا، انا مش عارفة يعني، بالهنا والشفا يا جماعة. ما شاء الله اللهم بارك، الملوخية كانت تحفة. وبجد اختراع، اللي اخترع الاختراع ده الله يبارك له، الله يبارك له ويعزه كده ويكرمه مطرح ما هو قاعد ولا مطرح ما هي قاعدة، اللي ضربت لنا الملوخية في الخلاط او في الكب. ويا ريت نداء عاجل لكل حبايبي وكل متابعيني وكل اصحابي، يا بنات اضربوا الملوخية في الخلاط لو سمحتوا. ولو لسه بقى بتتفرجوا معانا، يا ريت نحط لايك، نحط كومنت كده جميل زيكم، صلوا على النبي معانا في الكومنتات واذكروا الله، واشتركوا معانا في القناة عشان نكبر مع بعض. وهنا بقى بصوا، بعد ما حطينا الاكل، شوية رز، شوية ملوخية، شوية بتنجان مخلل، حتة لحمة متحمرة بالسمنة البلدي، ويعني كده زي ما بيقولوا كده الجمال عدى الكلام، ولا الكلام انا مش عارفة بتتقال ازاي، بس ايه، الف هنا والشفا على قلوبنا وعلى قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.